أخطر 24 ساعة، حاملة طائرات أمريكية بتلغي رحلتها لفيتنام وبتتجه للشرق الأوسط. الشرق الأوسط دلوقتي على صفيح ساخن، الأخبار اللي بتجيلنا بتخلي الواحد يحط إيده على قلبه. الوضع في الشرق الأوسط بقى زي بركان بيغلي، وأي شرارة ممكن تولع الدنيا كلها. تخيلوا كده، فجأة وبدون مقدمات أو أي إنذار، حاملة الطائرات الأمريكية USS نيميدز بتلغي كل خططها في فيتنام وتلف وشها على الشرق الأوسط. ايه اللي حصل وليه فجأة كده؟ واضح ان الموضوع خطير، وفيه ان لما نتكلم هنقول ان حاملة الطائرات العملاقة دي كانت رايحة تحتفل في ميناء فيتنام، ومحدش كان يتخيل انها ممكن تغير مسارها في لحظة بالشكل ده. وده معناه ان في متطلب تشغيلي طارئ زي ما السفارة الامريكية قالت، يعني في حاجة طارئة ومستعجلة لدرجة انها لغت كل المواعيد المتفق عليها دي. وده في حد ذاته بيخلي الواحد يفكر ألف مرة، ايه اللي ممكن يكون اهم من خطط متفق عليها؟ ايه الموضوع اللي ليه علاقة باللي بيحصل بين الجماعة اياهم وايران، اللي واضح ان الصراع بينهم وصل لمرحلة الحرب الشاملة زي ما كل الناس واخدة بالها؟ الوضع هناك بقى صعب جدا، صواريخ إيرانية بتضرب الجماعة إياهم وبتدمر بيوت ومباني، وحتى السفارة الأمريكية متضررة، والناحية التانية الجماعة إياهم بتضرب في إيران وبتتخلص من مسؤولين وتستهدف منشآت حيوية، والدنيا مولعة نار من كل ناحية. وكل يوم بيعدي بيشهد تصعيد أكبر. أمريكا بتقول إنها مش عايزة تدخل حرب، بس في نفس الوقت رئيسهم بيتوعد إيران بالقوة الكاملة لو قربت من مصالح أمريكا. كلام يطمن بس بيخوف في نفس الوقت. وطبعا الواحد مشفق على المدنيين اللي هم بيدفعوا الثمن، بيوتهم بتتدمر وأرواحهم في خطر. الأمم المتحدة قاعدة بتحذر وبتدعو لضبط النفس، لكن لحد دلوقتي مفيش أي إشارة لوقف التصعيد. كل طرف شايف إنه على حق ومش عايز يتنازل. إيران بتتوعد بجيش إسلامي يواجه الجماعة إياهم، والجماعة إياهم مستمرة في ضرباتهم. ويا رب سلم. الموضوع مش بس صراع بين دولتين، ده صراع بيأثر على المنطقة كلها وممكن يأثر على العالم كله. لما تشوف حاملة طائرات بحجم نيميدز بتغير مسارها كده في لحظة، تعرف إن الموضوع أكبر مما تتخيل. ربنا يهدي النفوس ويعدي الأيام الجاية على خير، لأن بجد ال 24 ساعة اللي فاتت واللي جاية أخطر 24 ساعة ممكن نشوفها في المنطقة، وربنا يستر.